في حاجة كده ملاحظها عايز أتكلم فيها، مش هاستنى لمّا أروّح البيت عشان أصوّرها، هاقول لكم عليها من هنا. الزملكاوية اللي لافين اليومين دُولة في كل حتة يقول لك الحمد لله إن إحنا ما رُحناش السوبر، كنا هنشيل 5 و6 من الأهلي وبتاع، عشان طبعًا ماتش بروكسي في الكاس. طب أنت دلوقتي الفكرة عندك إنك ما رُحتش علشان قضية كهربا، وعلشان التعنت في الصفقات، وعلشان المعاملة اللي بتعملها الزمالك والقواضي والكلام ده كله، والّا ما رُحتش علشان مستواك ضعيف وهتتهزم؟ ما تدخّلش الأمور في بعضيها، أنا زملكاوي باقول لك خلّيك صريح، إحنا ما رُحناش علشان البيان اللي إحنا نزّلناه ده، الحاجات الكتيرة دي، إنما مش عشان مستوانا، فما تقوليش الحمد لله إن إحنا كنا رُحنا كنا شِلنا 5، 6، كل ماتش وليه حساباته، فما تخلّيش الأهلاوية يفتكروا إن أنت فرحان دلوقتي إنك ما رُحتش علشان كنت هتشيل 4، 5، 6، لإن أنت اللي كنت بتقوله بتثبت لهم عكسه دلوقتي. لأ، أنا ما رُحتش علشان الحاجات اللي أنا قُلت عليها دي، قضية كهربا، التعنت في الصفقات، المعاملة اللي بتعملها الزمالك، ال 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 العزل بتاع الرئيس كل شوية رايح جاي، الحاجات اللي إحنا واقعين فيها دي. مستوى بقى مش مستوى دي حاجة ما لهاش علاقة، فما تقعدش تدخّل الأمور. شايف كل الزملكاوية الحمد لله إن إحنا ما رُحناش السوبر، ليه يا عم؟ كل ماتش وليه حساباته. لو أنت أصلًا كان مستواك ضعيف وما عندكش مشاكل كنت هتروح عادي، الله أعلم بقى هتتهزم تكسب، فما تجيبش دي قصاد دي، لأن هم كده بياخدوها على إن أنت تثبت لنا كلامك، أنت ما رُحتش عشان أنت خايف. فالله يرضى عليكم لمّا تيجوا تتكلموا في حاجة عن الزمالك كزملكاوية خليكم صُرحا، أنا باقولها لك أهو، خليكم صُرحا وما تقعدش تدخّل الأمور في بعضيها.